يا نجم طاير في السما حلق وطير، يا أهل حبك في قلبي وعليك بغير. في التالتة شمال بنهز جبال، دايما بنشجع الأبطال. فريق كبير، فريق عظيم، أديله عمري وبرضه قليل. أعزائي وأحبابي المشتركين في قناة المستر سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة، ليلة بيعزف فيها النادي الأهلي ولاعبيه وجماهيره ومحبينه على سيمفونية ولا أروع. الأهلي النهاردة بيعمل عظمة داخل الملعب، وجماهيره بتعمل عظمة خارج الملعب، وجماهير ومشاهدينه بيعملوا عظمة أمام الشاشات. النهاردة يوم عالمي، النهاردة يوم تاريخي بالنسبة للنادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة بيحسم لقب الدوري بشكل كبير جدا جدا جدا، وبيبعد المنافس التقليدي الغريب، مش التقليدي، هو مش تقليدي ولا حاجة يعني، نادي بيراميدز بيبعده عن المنافسة أو التفكير في إنه يوصل للمنافسة. فريق بيراميدز اللي عامل زي الطالب الخايب، لما يكون عندك طالب خايب أو طالب غبي قدراته كده، ما هو غبي مش يعني لا بيستوعب في دراسة ولا بينفع في دراسة ولا ما عندوش قابلية للتعليم، وتوفر له الشنطة الجديدة الحديثة، وتوفر له الزي المدرسة الحديث، وتوفر له عربية بسواق توديه المدرسة وترجعه من المدرسة، وتوفر له مدرسين على أعلى مستوى، وتجيب له كراسات من الغالية، وتجيب له أقلام من الغالية، وتجيب له حد يأكله ويشربه وينيمه. لو عملت مهما عملت، هو أصلا لعيب طالب غبي. ده بالظبط حرفيا اللي بيحصل مع بيراميدز. منين يجيها؟ في مثل عندنا في مصر كده بنقوله، يقول لك منين يجيها ومنين يجي البيراميدز. بيراميدز هيجيب منين؟ مهما تعمل ومهما تجيب لعيبه ومهما تعمل استثمارات ومهما تدفع مليارات، اصلا لان ما بني على باطل فهو باطل، لان اصلا بيراميدز ده في انشائه تم انشائه لعمل فتنه، لخلق فتنه رياضيه في مصر. بيراميدز في الاساس كان يعني في لما جه تركي الشيخ اساسا عشان يعمل فتنه، وبناء عليه ما بني على باطل فهو باطل. فمنين يجيها؟ منين يجيها وهي فيها اللي مكفيها؟ ده طبعا مش محتاجه كلام. الاهلي خد بيراميدز رايح وخد بيراميدز جاي. الاهلي ما هموش بيراميدز ولا همه نجوم بيراميدز. الاهلي يا اخوانا ومشجعين النادي الاهلي، في ناس ما كانش معاها ان هي تشتري التذكره. الناس دي راحت مع بيراميدز، خدوا ال 200 جنيه وخدوا ال 500 جنيه والوجبه، واول ما الاهلي احرز الهدف احتفلوا في قلب جماهير بيراميدز. ناس كتير جدا انا اعرفها دخلت مع بيراميدز بالشكل ده، ما قدروش يوفروا تذاكر، من حبهم للاهلي ما منعهمش ان هم يشوفوا المباراه. النهارده الجماهير بتعمل عظمه خارج الاستاد، خارج الملعب، عظمه، ملحمه كرويه ما شفناهاش قبل كده. كام نقطه هنتكلم عنها سريعا. بعض الملاحظات اللي حصلت في المباراة، هنبدأها بالاسيست العالمي اللي عمله إمام عاشور. إمام عاشور اللي عمل اسيست وهو واقع. على فكرة الاسيست اللي عمله إمام عاشور لوسام أبو علي اللي جه منه الهدف عمله وهو واقع، وأحرز وسام أبو علي هدف فوق العالمي. ثبت الشناوي على اليمين ورمى له على الشمال وقال له هاتها من الشبكة يا شناوي. أحمد الشناوي مش محمد الشناوي، الشناوي بتاعهم. وسام ابو علي اللي كان نجم من نجوم اللقاء النهارده، واللي استحق ان هو ياخذ مان اوف ذا ماتش، يستاهل كده فعلا، مع ان لعيبه الاهلي كلهم النهارده يستاهلوا يبقوا مان اوف ذا ماتش. محمد الشيبي المصمم على اثاره البلبله واثاره الفتنه واثاره الجماهير. محمد الشيبي اللي كان كل الناس بدأت تتعاطف معاه، وبدأوا ان هم معظم الاهلاويه خلاص بقى نلم الليله ونلم الموضوع، وحسين الشحات بقى والصلح وكده، مصمم على ان هو يكون انسان، مش عايزين نقول الفاظ مش كويسه. دخل في حسين الشحات النهارده بمبدأ ان انا هبطلك كوره. كلمه انا هبطلك كوره دي كان عنوان للدخل اللي دخلها محمد الشيبي على حسين الشحات النهارده في ركبته. الدخله دي لو رجل محمد الشيبي، لو رجل الشيبي لبست في حسين، في رجل حسين، وحسين ما سحبش رجله معاها، كان ممكن رجله يعني بصوا تتقطم كده. ولكن ربنا سلم، لان النيه صافيه،
مثير على إثارة الجدل، مصر على إثارة الجدل وإثارة الفتنة وإثارة البلبلة وإثارة الجماهير بشكل غريب. واتحاد الكورة ولكنه هنا ولا حياة لمن تنزل. بس احنا من امتى واحنا عندنا اتحاد كورة؟ مصر ما فيهاش اتحاد كورة اساسا عشان احنا نقول ان هم ياخدوا قرارات او يعملوا ايقافات او كده. ما عندناش احنا الموضوع ده يعني. وبعد ما حصل وخد طرد والفار جاب ان هو ياخد طرد، رايح برضو تاني مصمم ان هو يروح لحسين الشحات بشكل غريب جدا يعني. يعني انت لو انسان اصلا يعني بارد مش هتعمل كده. عيل ساقع الشيبي ده بصراحه، بيكتسب كره الاهلاويه اللي هم يعتبروا اللي هم معظم مشجعي الكره في مصر. محمد الشيبي النهارده بيتربع كده من يعني بكميه من الكره الفظيعه باللي بيعمله النهارده. بعد لقطه الشيبي هتكلم على لقطه مصطفى فتحي لما غيروا مدرب بيراميدز. مصطفى فتحي يعني طلع وهو زعلان ومتضايق، نزل مكانه تقريبا حد مهاجم زلاكا قلب المباراه. زلاكا كان هيجيب جون اول ما نزل ومصطفى فتحي زعلان. طب انت مصطفى قدمت ايه يعني؟ انت زعلان ليه؟ حاجه غريبه جدا. ويعني نجوم عاملين فيها نجوم. اللقطه اللي بعد كده تغيير امام عاشور وبرضه امام عاشور اللي هو يعني اللي هو قزم غزه بقى ومسك نفسه، كان عايز برضه يغلب. تعظيم سلام لرضا سليم النهارده. رضا سليم القائد اللي ما كانش يلعب النهارده اصلا. رضا سليم ما كانش في التشكيل اساسا، كان موجود طاهر محمد طاهر. لولا ان حصل اصابه لطاهر نزل رضا سليم يعني عشان يثبت ان هو لعيب كبير ولعيب عظيم وعمل مباراه ولا اروع من كده. مرورا بتغيير كهربا اللي نزل. كهربا المصمم على الشو، يعني مصمم ان هو يعمل شو. هنأدي كرة، لا يفتح الله باب، يعني مش عندنا الموضوع ده يعني. تمام. نزل وانفراد وضيعها، وقبل ما ينزل عمال بيزعق على الخط وينادي وعايز يبقى مدرب وعايز يبقى كل حاجه. ممكن تحس ان انا مش حابه او مش يعني مش قابله، مش عارف، بس هي وجهات نظر. انا شايف ان كهربا لعيب بتاع لقطه وبتاع شو، ملوش في يعني ملوش في يعني ايه الحاجات اللي بيعملوها لعيبه النادي الاهلي. ملوش في الحروب اللي بيعملوها لعيبه النادي الاهلي. تمام. هو لعيب لقطه وشو. هنختم بلقطه احمد الشناوي لما راح عشان يحضر كورنر. احمد الشناوي تقريبا والله اعلم بيتفرج على الدوري الانجليزي كتير او الدوريات الاوروبيه وبيتاثر بيهم. بقى دقيقه واحمد الشناوي ساب المرمى وراح يقف في الكورنر لما كان في كورنر لبيراميدز، يقف في مرمى النادي الاهلي عشان يعني محاولا معاهم ان هو يجيب جول. انت غريب جدا يا شناوي. يا شناوي الحارس اللي بيعمل كده وزنه نصك يا شناوي. شناوي اللي معدي ال 100 كيلو رايح عشان يجيب جول، ولما اتقطعت الكوره لولا نجم اللقطه اللي هو كهربا كان ممكن نجيب الجون الثاني. الاهلي النهارده عمل عظمه، الاهلي النهارده عمل مباراه والاروع. الاهلي النهارده بيسطر تاريخ في البطولات اللي ما عادش فيه اماكن ان الاهلي يحط فيها البطولات بتاعته. الاهلي النهارده المباراه ال 15 تقريبا او ال 16 بدون هزيمه، كلين شيت النهارده. الاهلي النهارده يستحق بجداره انه يحصد كل البطولات وكل المنافسات اللي بيدخل فيها. تخيل كولر النهارده اللي صالح امام عاشور، وشفناها بعد المباراه وهو بشده من شعره كده، يعني برضه مدرب عنده من الذكاء ومن الفطنه اللي نقدر نحييه عليها، انه بيستوعب اي استفزاز او اي عصبيه من اي لاعب وبيحتوي اللاعب. الاهلي النهارده عمل عظمه. الاهلي النهارده يحصل على بطولة الدوري لهذا العام، الدوري الغريب المريب. ولكن الدوري المصري احنا متعودين منه على كده. مش هقول هارد لك لبيراميدز، لان بيراميدز زي ما قلت موجود اصلا من ساعة ما اتوجد وهو عامل فتنة في الرياضة المصرية. ألف مبروك للنادي الأهلي، وألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي المحترم، وألف مبروك لجماهير النادي الأهلي الوفية اللي كان النهارده نجيل الملعب بيتكلم معاهم. نجيل الملعب كان بيلعب من كتر الحماس اللي عند الجماهير. ألف مبروك للنادي الأهلي وبالتوفيق في المباريات
القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.